سبا انا اول واحد درت لكم هذا الطبق طاجين الخوخات. كاين اللي داروا الخوخات وحدهم، ولكن انا اليوم درته لكم على شكل طبق بلا صوص تاعو والدجاج وهذوك الخوخات، يعني منها طبق ومنها مقبله. الوصفه تاع اليوم خبوها في عينيكم وسجلوها شهر رمضان. هنايا قليت الدجاج تاعي مع الزيت وهذيك البصل والشامبينيون والحميصه، وزدت هنايا التوابل فلفل الكحل، عندي شويه تاع القزبر مرحي، زدت عليهم كيف راس الحانوت، وهنايا 3 سنينات تاع الثوم، وبلا ما نساو الملح. انا نقلي كلش على ضربه. بعد ما خليتهم يتقلاو يتكتكوا 5 دقائق هكذاك، مرقت بالماء سخون وخليتهم يطيبوا في لاكوكوط حوالي نص ساعه هكذاك. عندي 300 غرام تاع الفارينه، قرصه تاع الملح، 3 مغارف تاع الزيت و3 مغارف كبار تاع الزبده ولا مارغارين. رملوا مليح هذيك المكونات تاعكم، وانا هنا بدلت في الوصفه. درت مغرفه فروماج هذاك تاع البيدون، كيما تقدروا ديروا علبه ياغورت طبيعي، طموها بصفار البيض، يعني هنا كيما تحبوا تحكموا ولعبوا في الوصفه تاعكم. العجينه لازم تكون طريه، حليتها سور بلاص عفوا، وطبعتها كيما راكم تشوفوا بهذا الشكل. حطيت لافاكس تاعي اللي تقدروا ديروا الدجاج افيون داشي، كل واحد واش كان عنده. هنايا شكلت على شكل خوخه كيما راكم تشوفوا، خليتهم يطيبوا على 180 درجه. وما تنساوش تدهنوهم بصفار البيض وشويه تاع الحبوب تاع الخبز. وعلى بالي عينيكم كامل لعبوا في هاد لي بواط تاع لي زيبيس اللي راني مصبح وانا نخدم بهم. كيما على بالكم نحب ندعم كامل الناس. هاد الباك كنت كومونديتو من عند براءه للتوابل والاعشاب. التوابل هما اللي يخدموهم ويرحوهم، فيهم واحد البنه بزاف هايله. وزيد الحاجه المليحه سهلت عليكم الخدمه في شهر رمضان، يعني شاك تابي تلقاوها في لابواط تاعو. للطلب راني خليت لكم الصفحه اسفل الفيديو، جربوا الوصفه وخلوا لي رايكم. سلام.